بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم حبايبي في قناتكم اطبخ ودبر ووفر مع بناتي. كل لحظه يا رب وانتم بخير، كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. خلاص العيد الحمد لله رب العالمين، اللهم تقبل مننا اعمالنا يا رب كده واقبل منا وعود علينا الايام بخير، وان شاء الله يا رب كلنا السنه الجايه يا رب كلنا ان شاء الله نبقى على عرفات. النهارده باذن الرحمن مشترياتنا تاني بقى بعد العيد، خلاص خرجت بقى علشان انا عايزه سمك بصراحه. زهقنا بقى، قلنا لا مش عايزين لحوم بقى ولا كلام من ده، احنا عايزين سمك النهارده، وعايزه اجيب سمك طازه اعمله مشوي على طول، يعني ما استناش ان انا يكون عندي في الفريزر او حاجه، لان لو كده هطلعه اشوي اقليه. انما النهارده انا قلت خلاص هروح اشتري النهارده سمك. النهارده اول يوم الناس يا جماعه بتوع السمك يشتغلوا، فقلت هروح اجيب سمك ان انا اشويه. فالمهم جبت تشكيله سمك كده بقى، جبت بوري يا جماعه اهو، جبت البوري ده ما شاء الله اهو. السمكه دي على فكره كانت واحده بس، انا جبتها كده من الراجل فوق البيعه زي ما بيقولوا، وجبت كمان الوقت الاثنين ده هما نص كيلو البولت ده خلاص، وجبت كمان البوري ده كمان اهو ما شاء الله. المهم جبت السمك ده يا جماعه، طبعا الاسعار جهنم جهنم الحمراء وبئس المصير، صعبه صعبه صعبه. النهارده السمك غالي موت موت، بس بجد يعني استحاله ان انا كنت هاكل حاجه تانية النهارده غير السمك بس، لان يعني انتوا عارفين بقى خارجين من اللحم من العيد واللحوم وكلام من ده، فاستحاله النهارده كلنا عايزين سمك. وغير كده كمان السوق نفسه يعني الراجل عليه موت، فما نقدرش نفاصل معاه بقى ولا حاجه، كلنا بنشتري كلنا عايزين سمك بقى كل الناس. المهم السمك ده يا جماعه البلط ده اهو، هم حبيتين اتنين بس بنص كيلو، الاتنين دول ب 40 جنيه. طيب الجرام ده بقى يا جماعه هو كمان مش بوري يعني مش كبير ولا حاجه، لان الاربعه دول نص كيلو، النص كيلو دول ب 60 جنيه، مع انه كان بيقول لي الكيلو ب 130، يعني يبقى المفروض 105. خد 100 جنيه، خد 100 جنيه في السمك ده واداني. وطبعا السمكه ديت كده هي كانت واحده بس، فخدتها كده علشان ابقى برضو عارفه لما بعد كده اجيب منها ولا لا، اعملها واشوف هتبقى حلوه ولا لا. المهم انا خارجه بقول لكم هجيب السمك بس طبعا، واجيب كمان بصراحه كل ما في اللي في دماغي ان انا اجيب مشمش. والمشمش هو يا جماعه المشمش بقى ما شاء الله اللي هو الكبير خالص ده ما شاء الله اللي كله لحم. انا قايله لكم وبجيب اخضر كده علشان انا بحبه كده، ما بحبش المستوي بقى ابقى يعني ابقى متضايقه منه وانا باكله او حاجه، لا انا بجيب الجامد كده، والاكل مزاج. طبعا كله عمال يشتري مستوي، الكل يعني الناس بتستغرب ان انا عماله اقول له لا انا عايزاه جامد كده وبنقي الجامد ده. فالاكل مزاج يا جماعه، انا بالنسبه لي بعشقه وهو كده اخضر كده جميل كده الحمد لله رب العالمين. حتى لو خد مني حاجه ما لقيهاش اتهرست بقى واستوت خالص سابت نفسها كده، لا ماسكه نفسها. فالحمد لله رب العالمين. النهارده طبعا المشمش يا جماعه خيالي خيالي بجد، الكيلو ب 90 جنيه والله، ب 90 جنيه ما فيش مفر. وبصراحه انا النهارده قلت هجيبه وما عدتش جايباه بعد كده، لان خلاص على ما اجي اجيبه تاني هيكون خلص. انتوا عارفين ان ايام المشمش بتبقى بسرعه قوي، يعني ايامه بتبقى بسيطه في السوق. فانا النهارده قلت لا انا هجيبه الحمد لله اكل منه وما عدتش جايباه تاني ما فيش مشكله، بس خلاص ابقى دفعت الفلوس في حاجه انا بحبها وجبتها وجبت اللي انا عايزاه. وطبعا مبسوطه بيه اكتر علشان بقول لكم حجمه كبير قوي كده زي ما انتم شايفين، مش انما التاني بيبقى ايه يعني بيبقى كله بذر، انما ده انا بحبه كده. طيب جبت كمان يا جماعه ايه الخوخ ده، الخوخ البلدي، الخوخ البلدي بتاعنا انا بجيبه الجامد قوي ده. الله يسعدها بنتي كانت تقول لي اللي عليا ماما تراب عشان بيبقى شكله ايه يعني شكله اكنه كده اكنه يعني لونه متغير، فكانت تقول لي ده بيبقى عليه تراب، هو ده البلدي يا ماما اللي انا بحبه اهو. انا جبته كده يا جماعه الكيلو ده كيلو ونص ب 50 جنيه، ده كيلو ونص ب 50 تمام. طيب كان قبل كده خلي بالكم ب 20 وب 25، ما اعرفش زاد ليه برضه ما اعرفش، واحنا في عز ايام الفواكه، بس ما اعرفش الاسعار ليه النهارده كده صعبه، ربنا يفكها يا رب. المهم البتنجان ده يا جماعه جبته الكيلو ب 5 جنيه، فجبت 2 كيلو ب 10 جنيه كده. خلي بالكم ده البتنجان البلدي بتاعنا بقى، اللي هو اللي احنا بنزرعه في يعني اللي ما هوش صوب، ده البلدي اللي شايف الشمس الحلو خالص، اللي ما بياخدش زيت، اللي بيبقى مش مبذر، اللي بيبقى مش مر، اللي بيبقى طعمه حلو وفيه طعم حلو كده. فانا بقول لكم جبت طبعا ده علشان حتى لو انا يعني انا هسلقه، وفي نفس الوقت لو انا قليته ما هياخدش زيت، هحرجه كده في الزيت، معلقه زيت واحده بس، وهيبقى ما يعني عشان طبعا احنا في الحر ما يبقاش حامي علينا. فانا بقول لكم جبت ده، ما جبتش بقى اللي هو البتنجان الرومي، لان الرومي هياخد زيت ولا حاجه، قلت لا انا جبت كده خلاص. الكيلو بكام يا جماعه؟ ب 5 جنيه، 2 كيلو دول ب 10. طيب جبت بقى في ده 10 اسمه شطه.
الشطه ب 10 جنيه. خلي بالكم ان خلي بالكم شايفين هو بقى ما كمليش، يعني الشطه ما كملتش 10 كيلو. حط لي عليها القتايه دي، والله ما اعرف حتى القته سعرها كام. قام حاططها لي كده وحط لي التفاحه دي علشان تبقى تظبط الميزان، بس عشان ياخد ال 10 جنيه ثمن البتاع. قال لي ده انا حاطط لك تفاحه من اللي هي يعني من الغاليه، يعني اغلى من الشطه. بس انا بلم كده اللي في العلبه كلها، او مش عارفه الصندوق. المهم فيهم ايه، التفاحه وفيهم البتاع دي. قال لي خدوهم كلهم اهمتي، لان الشطه ما هيش معديه الكيلو، فخلاص كده اعتبرهم كيلو. قام عطاها لي، قلت تمام الحمد لله. طيب الطماطم بقى يا جماعه، الطماطم زي ما بيقولوا بقى ربنا يفكها. انا لسه ما خزنتش والله، ومش عارفه ليه سعرها غالي كده. النهارده الطماطم ب 10 جنيه زي ما انتم شايفين كده. المهم جاب لي كده بقى، قلت له لا مش حلوه، لا ما اعرفش ايه، عشان طبعا اللون ده كمان. قلت له لا هي مش حلوه كده، ده الشمس لطعاها هي. المهم جاب لي كيلو وربع يا جماعه ب 10 اهي. فالحمد لله رب العالمين، ربنا يفكها يا رب. قولي لي انتوا بقى الاسعار عندكم بالذات في الطماطم ايه، لان احنا المفروض في عز ايامها دلوقتي، والمفروض ان احنا نخزنها. بس انا ما خزنتهاش لسه وما جبتهاش والله، لان هي كده الوقت تعتبر غاليه. طيب الكوسه بقى زي الفل، الكوسه بصراحه لان انا عايزه اعمل محشي. وعند الخضره الحمد لله كنت جايباها من قبل العيد. فانا بصراحه جيت اجيب عشان العيد جيت اجيب كوسه يا جماعه. لقيت الكوسه كان يومها ب 25 جنيه. قلت لا مش هجيبها، انا عارفه ان انتوا النهارده بتغلوا علشان العيد، انا مش هجيبها خلاص. فما جبتهاش، بس جبت الخضره بصراحه وعندي في الثلاجه، وما جبتش الكوسه. فالكوسه النهارده لقيتها ب 15 جنيه. انا جبت كده الحمد لله رب العالمين، جبت كيلو ونص يا جماعه اهو. انا جبت دول ب 20 جنيه، تمام، هم 21 او المهم اديته 20. فده النهارده بقى المشتريات بتاعتنا، ده هعمل منها ان شاء الله. هعمل محشي ان شاء الله. انتوا عارفين انا دايما بقول اما بحب اعمل محشي، بعمل محشي توليفه من كله. حتى طماطم بحشيها، البصل بحشيه، الكوسه، البتنجان، الفلفل، الورق عنب برضه. اللي كان عندي ورق عنب قبل كده اشتريته طبعا في المشتريات ونزلتها معاكم. كل ده ان شاء رب العالمين هعمله. هي حتى لو هي يا جماعه حله صغيره خالص، احب اعمله كده عشان حتى بياخد من بعضه ويدي طعم حلو قوي. فانا هعمل باذن الرحمن يا رب الكوسه كده ان شاء الله، والبتنجان اهو، والشطه دي خلي بالكم هي مش حراقه. فانا برضو ببقى احشيها كده وبحطها عشان تدي ريحه وطعم كده، المزازه بتاعت ايه الشطه البلدي بتاعتنا. فده مشترياتنا النهارده الحمد لله رب العالمين، مشتريات على خير. مش لسه طبعا هجيب بقى خلاص ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. انا بالنسبه للمشمش خلاص ما عدتش هجيبه بقى لان بعد كده حتى لو موجود، انتوا عارفين فتره المشمش ان بتبقى بسيطه قوي وبيخلص بسرعه من السوق. ولو موجود لسه مش هلاقي بقى الحجم ده، انا هلاقي اللي هو المشمش البلدي الصغير خالص ده. فانا ما بحبش الصغير ده، لان على ما اجي احطها في بق الاقي بذره، فمش بحبها. انما ده ما شاء الله كله لحم كده. انا بصراحه كنت دايما بخزن منه يا جماعه علشان خاطر اعمل منه عصير، اعمل منه اي حاجه من دي. بس بالاسعار دي استحاله ان انا اخزن. فالحمد لله رب العالمين احنا كده يبقى استكفانا، اللهم لك الحمد والشكر. هنا كده هناكله ويبقى خلاص الحمد لله استكفانا السنه دي. ادا مشتريات النهارده يا جماعه، مشتريات خير الحمد لله. اللهم جرنا من عذاب النار، وجرنا يا رب من الاسعار الغاليه دي، وفكها ربنا من عنده. وان شاء الله انتوا قولوا لي بقى الاسعار عندكم، الاسعار ايه وانتم منين كمان. يعني اللي يقول لي احنا من البلد كذا والاسعار عندنا كذا، يبقى احنا برضو بناخد فكره يا جماعه عن الاسعار، بناخد فكره من بعض. والحمد لله انا من دمياط وده اسعارنا ان شاء الله. يا رب اكرمنا باذن الرحمن، ونشوفكم دايما بخير، وكل سنه وانتم طيبين. سلام عليكم.